أنت الرابح وغدا تؤجر. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم في موعد جديد من مواعيد برنامج والصلح خير وعلى المباشر. برنامج والصلح خير دائما يحاول إصلاح ذات البين ويسعى إلى إصلاح ذات البين مع الرجل المصلح فضيلة الدكتور السعيد بويزري، دائما استنادا إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والسيرة العطرة. أوفياء برنامج الصلح خير، مرحبا بكم، مرحبا بكل من يتواصل معنا، من يتصل بنا عبر هذا المباشر ومن يلتقطنا عبر الأقمار الاصطناعية. لكم مني تحية الفريق التقني العامل معنا هذا المساء، وتحية طيبة وخالصة للجالية المسلمة في المهجر. نريد صلحا يستنير أصحابه بنور الشرع. مرحبا بكم مجددا. نرحب بالزميلة زينب التي تتواصل معنا في هذا المباشر وتترجم هذا اللقاء عبر لغة الإشارة لفئة الصم. مرحبا بك زينب. إذن أول ما نستفتح به هذه السهرة هو الترحيب بالدكتور السعيد بويزري. مرحبا بك دكتور. مرحبا أختي نجاة، الله يبارك. كيف حالك دكتور؟ الحمد لله رب العالمين. إذن دكتور، ويبقى الصلح نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ نعم، الصلح من نعم الله عز وجل، وهو صمام أمان لحياة اجتماعية اقتصادية مستقرة. شكرا دكتور. إذن في بداية هذا اللقاء أذكر بأن موسم الصلح لهذه السنة 2015 وبحول الله تعالى 2016 شعاره هو ولا تنازعوا. إذن لا مجال للنزاعات والخلافات عندما يحضر برنامج والصلح خير وعلى المباشر. فاصل تشاهدون فيه الأرقام الهاتفية والبريد الإلكتروني، ثم نعود إلى فتح موضوع هذه السهرة. تابعوا معنا. أريد التواصل مع برنامج والصلح خير. نضع تحت تصرفكم العناوين والأرقام التالية عبر البريد الإلكتروني صلح@suntv.dz. كما يمكنكم الاتصال ببرنامج والصلح خير على المباشر 021 39 43 43 021 39 42 42. إذن مرحبا بكم مجددا في برنامج والصلح خير، ومن خلال هذا المباشر نرحب بكم مجددا ونعود دائما إلى الرجل المصلح فضيلة الدكتور السعيد بويزري. فضيلة الدكتور، قبل السهرة الماضية كنا قد اقترحنا على المشاهد الكريم فتح ملف نقاش موضوع التجارة، هذا المجال الحيوي. في الكثير من الأحيان ما يقع يعني من خلال هذا المجال، من خلال ممارسة هذا المجال الحيوي، خلافات ونزاعات. قلنا في الحلقة الماضية المعنونة السماحة في التجارة، خلافات بين التجار وبين التجار والزبائن وبين أطراف أخرى، وقضايا موجودة ومتواجدة على رفوف المحاكم. في الحلقة الماضية دكتور أكد فضيلة الدكتور السعيد بويزري وقال مرارا وتكرارا مقولة عمر رضي الله عنه حين قال: من لا يعرف فقهنا لا يدخل أسواقنا. هكذا دكتور قلت. في هذه الحلقة نعود إلى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. دكتور، أليس كذلك؟ نعم. إذن ما أحوجنا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه اليوم دكتور في مجتمعنا؟ تفضل بمقدمة في حلقة عنوانها
الغش التجاري. تفضل دكتور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يسوان لا سلام نوان أرث زويلت نوان والصلح خير. موضوع اليوم موضوع ذو شجون. سأحاول أختي نجاة أن أفتتح لقاء اليوم بوابل من الرسائل. وابل من الرسائل. بوابل من الرسائل. تفضل. أستخدم أو أستثمر كلمة الوابل التي تطلق على الأمطار، والأمطار غيث. غيث، نعم. والأمطار خير ورزق. وأستحضر جملة من النصوص الشرعية، كما تحضرني أيضا صور عديدة للغش التجاري. فهناك صور مشرقة مضيئة في حياتنا، وهناك صور مظلمة، صور تزرع البؤس وتزرع الحزن وتثقل كواهل الناس، أو بالتعبير المعاصر تثقل كواهل المستهلكين. أبدأ من حيث انتهيت أختي نجاة، بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. نعم. أولا هذا الحديث تعددت رواياته. هناك هذه الرواية التي ذكرتها: من غشنا فليس منا. نعم. هناك رواية أخرى: من غش مطلقا، فقط من غش فليس منا. نعم. يعني لا يهم الشخص الضحية. حينما أقول من غشنا قد يفهم الإنسان نحن كمسلمين، ولكن من غش جاءت على إطلاق، ولو غش غير المسلمين. فالحديث إذن يستوعب الجميع. نعم. فالغش إذن جريمة في نظر الشريعة. من غش فليس منا. رواية أخرى لهذا الحديث: من غش فليس مني، يعني عليه الصلاة والسلام يبرأ منه. نعم. أعتقد هذا الحديث فيه وعيد من يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوي. اللي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء منك، يعني واش بقاله؟ يعني فرضا يربح التجارة، يدير تجارة داخلية ومحلية وطنية دولية، مهما كان نشاطه التجاري مربحا، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد تبرأ منه فما الفائدة؟ نعم. من غشنا فليس مني، من غش فليس منا، من غشنا فليس منا. إذن هذه الأحاديث، هذا الحديث بجميع رواياته يجعلنا نفكر مليا. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام أعلن هذه الحرب الكبيرة على الغش؟ لعدة أسباب. السبب الأول أن الجانب التجاري أو التجارة لها بعد شرعي، لها بعد قانوني، لها بعد اقتصادي، لها بعد اجتماعي، نعم. ولها بعد صحي. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن الناس تفننوا في صور الغش، فلم يعد الغش يعني عاديا كما هو مألوف. يغش في الميزان، يغش في البضاعة. النبي سيدنا عمر بن الخطاب، مادام ذكرتي حديث عمر بن الخطاب، النهار اللي كان يتفقد الرعية واسمع هذيك الأم التي تقول لابنتها: خلطي الماء باللبن. نعم. القصة معروفة. نعم. فلأن هناك تعليمة من أمير المؤمنين تمنع هذا الغش، وهو وجه بسيط يعني، أو صورة بسيطة من صور الغش. نزلت هذه التعليمة إلى الرعية، إلى المسلمين. فهذه البنت التي تخاف الله قالت: يا أمه، ألم تعلمي بأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد نهانا من خلط اللبن بالماء؟ نعم. فقالت لها الأم: للأسف، أين هو أمير؟ لا يرانا، لا يبصرنا. فقالت هذه البنت الورعة التقية: إذا كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. والقصة لها تبعها، لها يعني لها ما يتبعها من أحداث. إذن استحضار معية الله سبحانه وتعالى تجعل الإنسان يتفادى صور الغش، سواء كانت صورا بسيطة أو مركبة.
إذن السبب الثاني لهذا الوعيد من المصطفى صلى الله عليه وسلم أن صور العيش تعددت، صور الغش تعددت. أذكر على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. هناك غش في الميزان، ربي يقول في القرآن لا تخسر الميزان. إذن الغش في الميزان هو يكيل له مثلا 5 كيلوغرام ولكن في الحقيقة 4.5. هذا غش في الميزان. والغش في الميزان فيه أيضا فنون نعم. تستخدم. وهناك صورة أخرى غش في البضاعة نفسها. نعم. في البضاعة نفسها، بمعنى يشتري بضاعة فاسدة وهو لا يعلم، ويشتري بضاعة منتهية الصلاحية. نعم، خاصة منتهية الصلاحية. نعم. السؤال مطروح أختي نجاة، هل كل الناس اللي يدخلوا للدكاكين والأسواق يعني كيشري بعلبة خاصة المواد الغذائية، هل كلهم يقرؤون مدة الصلاحية هل هي منتهية ولا غير منتهية؟ ليس الكل دكتور. ليس كل، القليل. أنا في حد ذاتي أقتني أشياء لا أقرأ مدة الصلاحية. نعم. لأني ربما عادي. نظن أن الثقة في التاجر بحد ذاته. نعم. يعني دخلتي دكانه. نعم. إذن بهذا منطق الثقة المفروض، وما جزاء الإحسان إلى الإحسان. نعم. يعني لابد أن يحافظ على هذه الثقة التي منحت له من قبل الزبائن. نعم. فاختاروه واختاروا متجره. إذن هناك بضائع كثيرة تم بيعها وهي منتهية الصلاحية. هناك صورة أخرى للغش وهي ما يسمى بتقليد البضائع. نعم. يعني تقليد للسلع أو البضائع الأصيلة. وهناك تفنن أيضا في هذا الباب. نعم. ممكن يؤتى بخبير ولا يكتشف هذا الغش، لا يدرك تقنيات الغش في حد بارك الله فيك. نعم. لأن الخبير لازم يكون يجب أن يكون مواكبا لتقنية الغش. نعم. وإلا ينتبه إلى مثل هذا التفنن، هذه التقنيات العالية المستوى. نعم. هذه صورة من الصور. نعم. هناك صورة أخرى أيضا وهي عدم رعاية عدم مراعاة ظروف النظافة، هيجين، عدم مراعاة هذه الظروف. وهذا غش يعتبر غش أيضا دكتور. وهذا غش نعم. وغش يدمر الصحة، لأنه كم من إنسان ذهب ضحية الغش. الناس تنتقي مواد غذائية تستهلكها تتناولها ثم تدمر صحتهم. يعود الضمير إلى الجمع. يعني كم من صحة دمرت بسبب الغش الذي وقع في مثل هذه البضائع. عدم مراعاة ظروف الأسباب النظافة، وعدم مراعاة أيضا المعايير العلمية الطبية في حفظ السلع. نعم. يعني في أماكن التخزين، في غرف التبريد. نعم. يعني هناك معايير علمية طبية قانونية لا بد أن تراعى. ولكن هناك من لا يراعي هذه الأمور أصلا. وهناك غش أيضا في الأسعار. وهناك يعني صور الغش لو أتممنا إلى نهاية الحصة ما انتهيت من تعداد صور الغش. صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ يقول من غشنا فليس منا. ربنا يقول في القرآن الكريم في سورة البقرة يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نعم. والذي يغش، هذه صورة من صور أكل المال بالباطل. والآية نفسها أيضا وردت في سورة أخرى في سورة النساء، ولكن ربنا في هذه المرة يخاطب المؤمنين قائلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا. إذن سورة البقرة تبدأ بواو ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. في سورة النساء مرة أخرى تعود الآية بصيغة أخرى يا أيها الذين آمنوا نعم. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والآية في هذا الباب كثيرة، وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أيضا كثيرة.
من هذه الأحاديث حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، نهى عن بيع الغرر، لا يحتكر إلا خاطئ، لأن المحتكر أيضا صورة من صور الغش، من أجل التحكم في السوق وفي الأسعار وهكذا، لإرهاق كواهل للمستهلكين وإضعاف القدرة الشرائية للمستهلكين. إذن لا يحتكر إلا خاطئ. وفي حديث آخر يقول في النبي صلى الله عليه وسلم: المحتكر ملعون والجالب مرزوق. يعني أحاديث تطرى في هذا الباب. وفي المقابل نجد أحاديث أخرى تتحدث عن التاجر المؤمن الصدوق. ذكرنا في اللقاء ما قبل السابق حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. يعني هذا المقام السامق، هذه المنزلة العالية جدا، قد ينالها الإنسان لا بكثرة صلاته ولا بكثرة ذكره أو صيامه أو حجه وعمرته، ولكن ينال هذا المقام السامق بأمانته وصدقه. أعيد قراءة الحديث: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. هذه هي الصورة المشرقة التي أرادها المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر يقول، في آخر الحديث يقول: وكل بيع مبرور. متى يكون البيع مبرورا؟ كما نقول في الحج، يقول لك الحج المبرور حديث، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام استثمر نفس المصطلح، يقول: وكل بيع مبرور. متى يكون مبرورا؟ إذا كان موافقا للشريعة الإسلامية كتابا وسنة. الآن كخاتمة نروح للجزائر نتكلم عن القوانين. هذا أيضا كلام يطول، أذكر على سبيل الحصر. أولا قوانين مكافحة الغش. صدرت ترسانة من القوانين. الآن كي نقولوا في قوانين كثيرة ماش نفهموا معنى كاين كوارث يعني. وماذا فعلت هذه القوانين دكتور للأسف أمام هذه الظاهرة التي تتفاقم يوم بعد يوم وتتسع؟ وتزداد تقنيات الغش يعني في هذا المجال. يعني كما نقولوا أصناف من القوانين والمراسم التنفيذية والقرارات الوزارية، نخليها نصنفها يعني بعض التصنيفات. هناك بعض النصوص خاصة بحماية المستهلك وقمع الغش. أذكر على سبيل المثال كما القانون رقم 09/03 المؤرخ في 25 فبراير 2009. هذا القانون يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. هذا هو عنوان هذا القانون مباشرة بصراحة بوضوح. يعني. نعم. هناك قوانين أخرى، نصوص أخرى قانونية خاصة ما يسمى بالتقليد. بالتقليد هذو اللي يديروا يعني بضائع يقلدوها إلى السلع. أيوة. وهناك أيضا نصوص خاصة بالضمان. وهناك نصوص أيضا خاصة بمراعاة بالجودة إلى آخره. نصوص كثيرة جدا لا أحصيها لكثرتها. إذا ترسانة من القوانين والمراسم التنفيذيية والقرارات الوزارية كلها يعني قاسمها المشترك ما هو؟ هو قمع الغش الذي كنا نتحدث عنه. الآن سألت سؤال مهما: ماذا فعلت هذه القوانين؟ للأسف الشديد أقولها وأنا حزين جدا، سواء في بلادنا الله يبارك فيك في بلادنا أو في غيرها. وقلت في مقدمة اللقاء هناك قضايا كثيرة على مستوى المحاكم. يعني مصالح نتاع وزارة التجارة، سواء المديريات الولائية وغيرها معطلة يعني في رواق المحكمة، مراقبة للجودة، ويعني وضع برنامج يعني مركز على المستوى الوطني يعني لمراقبة جودة السلع وإلى آخره، وتحقيقات وملفات ومحاضر وتقارير. ولكن أين هي خاتمة كل هذا وذاك؟ للأسف إذا كان الضمير ميتا لا تنفع القوانين. القوانين لا تصنع المواطن القدوة. القوانين مهما ارتقت وعلت، مهما فصلت، مهما تعمقت، مهما كانت حاضرة، فلا يمكن أن تصنع التاجر الصدوق الذي أشار إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم
الذي يصنعه هو الإيمان بالله عز وجل، الذي يصنعه هو استحضار معية الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: اتق الله حيثما كنت. يعني وحيثما في اللغة زمكانية، في كل زمن وفي كل مكان. نعم. هذاك التاجر كي يروح يعرض البضاعة نتاعو هو يراجعها. نعم. ما يبيعش البضاعة المنتهية الصلاحية وبعدين تدمر صحة الإنسان. نعم. وتسبب لهم السرطانات. يعني مرض السرطان الآن أصبح يهدد نعم. الجميع. نعم. عرض البضائع على مستوى في التروطوار في الأرصفة، يعني بضائع اللي ناكلوها راهي في الأرصفة معروضة للشمس، كي الزيت كي العصير كي كذا كي كذا. والمشكل أن الناس تقتني وتشتري. تقتني، نعم. الإنسان هكذا مسكين، قالوا روح شري، وراح يشري والسلام. وتضييق الطرقات، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نعطي الطريق حقه. يعني النصوص الشرعية والله ستصنع منا التاجر الصدوق الأمين. نعم. ستصنع منا المواطن الصالح والحاكم الصالح. لابد أن نتصالح مع الله. نعم. لابد أن نتصالح مع شرع الله ومع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهنا يستيقظ الضمير. فإذا كان الضمير حيا سوف يشعر بهذه الرقابة الدائمة. لأن الضمير الحي كشغل عنده رقيب دائم معه. نعم. أليس كذلك؟ نعم. عنده أنجيد مرشد دائم، عنده بوصلة يعني توجه تصرفاته. فالضمير الحي هو علامة الإيمان وعلامة التحضر. فنريد الضمير المتصل ولا نريد الضمير المنفصل. بارك الله فيك دكتور على هذه التوضيحات في بداية برنامج والصلح خير، ونحن نناقش موضوع الغش التجاري. كما كان يقول فضيلة الدكتور السعيد بويزري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. محمد أيضا عاش خلاف ونزاع وهو يمارس التجارة، هذا المجال الحي والحيوي. تابعوا معنا قصة محمد المكفوف ثم نعود لمواصلة النقاش في برنامج والصلح خير ولعرض قضاياكم عبر اتصالاتكم في هذا المباشر. تابعوا معنا. يصفو سامح أنت الراضي. مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر. فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل. سامح واصفح أنت الرابح وغدا تهجر. سي محمد، مرحبا بك معنا في برنامج والصلح خير. الله يبارك فيك. وسط هذه الطبيعة الخلابة وهذه الجناين الله يبارك، ولكن السؤال راح يكون حول القصة تاعك مع الغش، لأنك تعرضت إلى الغش وكنت تعمل في مؤسسة عمومية ولاحظت أنواع الغش، وهذا الغش اللي وصلك بينك وبين الأشخاص اللي تعاملت معهم وقعت في نزاع وخلاف. الغش هذا راهو عم الامور، عم البلد قاعدين، الله يحفظه ويستر يا رب العالمين. الغش هذا راه بدا من الحاجه الصغيره حتى ولينا في حاجه كبيره، امورات كبار. دوك مثلا الغش مثلا في السلعه، نقولوا مثلا الاشياء اليوميه، مثلا في الخبز مثلا، او في الحليب، او في السوق، في كلش. تروحي يعني باش تشري حاجه تلقاي او تلقاي حاجه مثلا تنقيس في الميزان، في الوزن. تروحي مثلا لي جروسيست اللي يبيعوا بالجمله، يعطيك السلعه بالك عندها مانيش عارف شحال. كاين امورات اللي تفوت كما نقولوا حنايا لا بيغوبسيون تاعها، كما نقولوا حنا المواد اللي راح تخلص الاستهلاك تاعها، يخلص الاستهلاك تاعها يطبقوها لك يقولوا تديها. نقص علينا، نقص. ما تديش كميه كبيره ولكن تدي كميه صغيره، المهم نقصها علينا. كيفاش كنت تتصرف مباشره مع هذا المشكل اللي يصبح من بعد نزاع بينك وبين المستهلك او بين التاجر؟ طحنا مع المستهلك وطحنا مع البايع، طحنا مع التاجر، مع اللي تبيع بالجمله. احنا كنا نشريو مثلا سلعه ما نشريوها بسعر مثلا ب 10 او 11 دينار. احنا في المحل كنا 3 عائلات عايشين في المحل هذاك، 3 عائلات شركاء. المحل هذاك فيه الكراء
فيه الكهرباء، فيه الضرائب، فيه أشياء كثيرة، مثلا الساشيات، مثلا الكاغط اللي مثلا نشتروا به البضائع اللي يقولوا مثلا يشريها المواطن، هذوك كاع نخلصوهم من كما نقولوا حنايا من الجمله، من الدراهم تاع العمل. يجين مثلا السيد اللي يبيع لنا مثلا بالجمله، يبيع لنا السلعه بسعر تاع 8 أو 10 دنانير. نعم. المحلات الكل يشريوا عليه، وحنا من هذوك التجار اللي نشريوا، التجار كما هما نشروا عليه، لكن هو كي يدير مثلا الدوريه نتاعو المحلات هذوك ويبيع لهم في الصباح، في المساء تبقى له مثلا حاجه قليله، هو لازم يكملها باش غدوه هذاك يعاود يولي منين يجيب السلعه اللي راهي يتاجر فيها، يبيعها للمواطن بالسعر اللي يبيعه للتاجر المحل. اولا هو قانونيا يعني ما يسمحلوش القانون باش يبيع بالتجزئه، التجزئه راهي لصاحب المحل. طيب سي محمد، عندما يوقع هكا الخلاف بين تاجر وتاجر اخر نعم. فيما يخص الاسعار، نعم. وتروح مثلا يوقع خلاف، تروح تقولوا يعني وعلاش بعت لي بهذا الثمن والثمن تاعو ما راهوش هكذا، هل يتفهم الوضع ولا يزداد الخلاف يوم بعد يوم؟ يزداد الخلاف، يقول لك انا راني نبيع كيما نحب. هو عنده الحق، راه يبيع بالسعر نتاع اللي يبيع به بالجمله ماشي بالتجزئه. مضرورين احنا اللي نبيعوا بالتجزئه. طيب وكاين اوقات وين يكون تفاهم بيناتكم ولا ما تقدريش تتفاهمي معاه؟ ماذا يحصل بعدها؟ واش يقترح عليك هو مثلا؟ واش راح يقول لك؟ دوك يقول لك انا نبيع في السلعه تاعي وانت لكش ما عندك، روح تشتكي، روح يعني المحكمه، روح المحكمه، روح للجهه المعنيه بالامر هذايا، روح المهم روح تشتكي، انا نبيع السلعه نتاعي وانت دبر راسك. بعدين نحن نروحوا كما قلت انت للمحكمه، نروحوا للجهه المعنيه بالامر ونشكيوا لهم، واشتكينا. وماذا يحدث عندها؟ واش يحدث؟ تبقى العمليه تبقى تدور غير اليوم، غدوه، الاسبوع الجاي، الشهر الجاي مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر، فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل، قلبك يصفو سامح أنت الراضي. إذا كان هذا ركن وتعاونوا على البر والتقوى في قصة محمد مع الغش في التجارة. دكتور، انطباعات الدكتور بعد مشاهدة هذا الروبورتاج دكتور؟ والأخ محمد جزاه الله خير يعني وضع يده على موطن الخلل. فمن الإشارات المهمة التي ذكرها الغش حتى في المؤسسات العمومية. نعم. الذهنيات التي تعتقد بأن الغش في المؤسسات العمومية معليش يعني لأنه راه تاع بايلك يعني. نعم بايلك. هذه كارثة أخرى، كما السرقة، كما يعني واحد يروح يدي حاجة، يطمع في اللمبه نتاع الكهرباء، مش عارف، ويطمع في الروبيني نتاع الماء، ويطمع لماذا هكذا اي حاجه تاع بايلك، وربما في ورقه نعم يعني ورقه ليأخذها بغير حق، فيعتبر هذا من الغش، يعتبر سرقه. لانه ما يلزمش نتصوروا ان الامور العامه معناتها نتاع بايلك كلنا، لا، باي حق استحللتم اموال الناس. ربنا حينما قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ما حددش سواء كانت هذه يعني خاصة أو عامة، سواء كانت عامة أو خاصة. الأمر الثاني كي قال لك يقولوا روح تشتكي، روح للمحكمة. يعني هذه من اللغات التي تستخدم من قبل بعض الناس هداهم الله سبحانه وتعالى، يقول لك روح للمحكمة، وهو من نسى بأن هناك محكمة أخرى يعني في الآخرة. نعم. لأنه هو على باله بلي هذا الإنسان يروح للمحكمة، إلا النادر. أقول بعض الناس فعلا يلجؤون إلى مديرية التجارة، إلى المصالح المختصة. نعم. ويرفعون شكاوى إلى آخره. كاين ناس لقاو سلعة يعني منتهية الصلاحية ويأخذوها مباشرة إلى المصالح المختصة. نعم. وأعتقد هذا
حس حضاري، أليس كذلك؟ نعم دكتور. لأنه ربي يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. بعض الناس وإن كان في عقلية بعض الناس يقول كيف يروح يبيع يروح، ولكن كيف يعني إذا أرنا كلنا في سفينة واحدة، إذا تركنا بعضنا يخرق هذه السفينة نغرق جميعا. نعم. لا أحد ينجو من الغرق. لذلك لابد من هذا الحس. ثم أن هناك قاعدة في شريعة الله وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. أنا أعلم علم اليقين يا أختي نجاة، كلما ذكرت هذا المبدأ قاطعيني أي اتصال قاطعيني، خليني نخرج اللي في قلبي وبعدين تفضل دكتور. ربي قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم. ما توقفوش هنا، ولكن لازم نعرفوا ما هو أساس خيرية الأمة. بنيت خيرية الأمة على أساس متين، وإذا أرادت أن تحتفظ بهذه الخيرية وأن يلازمها هذا الوصف فعليها أن تحافظ على هذا الأساس. نعم. على هذا الركن الركين. يقول ربنا كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم. إذن من صور النهي عن المنكر هو التبليغ عن مثل هؤلاء. ربما قد يسمعني شخص الآن يقول لك ربما أحد تجار يغفل وهكذا. نقول لهذا الغافل قال الله عز وجل في القرآن الكريم في سورة الأعراف الآية 205 ولا تكن من الغافلين. من الغافلين. ما هوش غير في أمور العبادات والصلوات حتى في هذا الأمر. يعني أنت عندك بضاعة، أنت مؤتمن. قلت قبل حين أختي نجاة نعم. ندخلوا نقضي عادي. نعم عادي. لأنه عندنا الثقة. فبالتالي ماشي يسول عجيز هذوك اللي يجيوا الناس اللي ما كيف ما ينتبهوش ربما. ما ينتبهوش. إذا كان واحد يشتري 4 5 6 ربما مواد غذائية ما يقدرش في كل مرة ومكتوب بخط رقيق يعني. نعم. لازم يدي مع اللوب هذيك ويقراها. نعم. وأحيانا والله غير ممحاة تماما. أليس كذلك؟ نعم كل هذا موجود. إذن غير الثقة هذه التي يجب أن نحافظ عليها. الآن أعلم علم اليقين أن النهي عن المنكر أصعب من الأمر بالمعروف. صح؟ الأمر بالمعروف أي واحد يقول مليح الخير مليح الصدق مليح الأمانة، ولكن هل فعلا لأنه الأمر بالمعروف ما عندوش مشاكل. واحد يوعظ وفقط. نعم. لذلك في كل مرة أتحدث معك أختي نجاة نقول لك يعني أحيانا يعني ينتابني الشعور بالتوقف عن الدروس نهائيا. نعم. أقول هذا الكلام وأنا مسؤول عن كلامي. لماذا؟ دروس يعني النزول إلى الواقع مهم جدا. النزول إلى الواقع العمل الميداني. نعم. ذكرنا الآن قصة عمر بن الخطاب. نعم. الذي كان يتفقد الرعية. والنبي عليه الصلاة والسلام مناسبة ورود هذا الحديث من غشنا فليس منا. لأنه دخل السوق. نعم. ليس كذلك؟ دخل السوق وبعدين دخل يده في واحد الكيس وكذا ولقى البلل وقالوا ما هذا؟ قالوا يا رسول الله أصابته السماء. يعني المطر أصابته السماء المطر. قالوا إذن خلي هذيك السلعة اللي فيها بلل اللي فيها خليها فوق يراها الناس ويبصرها. نعم. باش يشتري عن بينة وبعدين قال من غشنا فليس منا. نعم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام نزل إلى السوق. عمر بن الخطاب في هذا الشعار الرائع ذكرتيه من لا يعرف فقهنا لا يدخل أسواقنا. وورد في بعض الروايات أن عمر بن الخطاب كان يخرجهم من السوق. يزيد مرة أخرى. شوف السويفي يعني المتابعة. دكتور. هناك مكالمة؟ نعم. معلش. ورغم ذلك في الأسواق سلع مغشوشة دكتور. نعم. إذا نفتح أبواب الحوار لاستقبال اتصالاتكم وللاستماع إلى قضاياكم. يقول سعيد بلال من خنشلة. السلام عليكم أختي الكريمة. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بلال، حلقة اليوم عنوانها الغش التجاري. تفضلي إذا كان عندك قضية تحبي تطرحيها عبر برنامج والصلح خير نحن نستمع إليك. أنا أختي من فضلك حبيت نسق في الشيخ. نعم. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام. مرحبا. يا من فضلك أنا بأخويا حبيت نسقسك على موضوع الميراث وفيه غش ثاني. تفضلي. نعم. الغش في الميراث. نعم. قلت لك زوجي ولد شهيد. نعم. زوجك
ابن شهيد. نعم. أمه شهيدة وباباه شهيد. نعم. ما شاء الله. وهو معطوه حربي. نعم. ثم طلب الميراث من عمومه باش يعطوه الورث تاع باباه، قالوا له انت ما تسالش، باباك مات قبل جدك ما تسالش، وخواله كذلك. نعم. يا ترى يسال ولا ما يسالش؟ ونصحوني ورشدوني واش ندير. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. شكرا أم بلال. بارك الله فيكم. نعم. وشكرا على الحصه هذه. الله يسلمك. نعم دكتور. أين الغش؟ الله يطول عمرك الشيخ ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا أم بلال. نأخذ اتصال من سطيف عبد الغني. السلام عليكم أخي الكريم. عبد الغني. عبد الغني ذهب. عبد الغني سيعود. عبد الغني إذا حاول الاتصال مرة أخرى. دكتور، قبل أن نمر إلى أم بلال، هناك قضية تاجر من عين طايا، مراسلة عبد الرزاق يقول: ما مارست عدة صور للغش في الميزان في البضائع على مدار سنوات طويلة، لم يشعر بالبركة في رزقه. هو يقول هكذا، وتجارته أيضا. الآن يقول: تبت إلى الله وتصالحت مع الله. تبت إلى الله وتصالحت مع الله. ما العمل بعد التوبة؟ نعم نجاة، بارك الله فيك يا أخي عبد الرزاق من عين طايا. أولا أشكرك على هذه الصراحة. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. سنعود إلى سيد عبد الرزاق من عين طايا. نأخذ اتصال لأنه الدكتور دائما يركز على اتصالات المشاهدين عبر البرنامج. من معسكر سعدية. السلام عليكم من ولاية معسكر. نعم، السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك سعدية من ولاية معسكر. السلام عليكم والله يجزيكم على البرنامج أخت نجاة. يسلم. نيران كان بالبرنامج. نعم. لإثراء يعني الحصص ما شاء الله. شكرا. وتحياتي للأستاذ سعيد بوزري. نعم سعدية. وراني تابعتك مع المباشر أستاذ في علوم سريعة. ما شاء الله. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. من غشنا فليس منا. في السلع سواء في الأسعار أو من ناحية الجودة أو ما أشبه ذلك. نعم. ليس فقط من ناحية يعني قطع الصلة بالله سبحانه وتعالى بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أيضا عدم استجابة الدعاء. في حديث المسافر يرفع يديه إلى السماء: نعم. يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. إذا أدرك هؤلاء أن ما يأكلون في بطونهم نار، نعم، فيفلتون من الرقابة. نعرف يعني كثير من التجار يوم المراقبة أو يشعرون بالمراقبة يغلقون المتاجر. نعم. فكيف يتهربون يعني من المراقبة سعدية. يتهربون من الرقابة الإلهية. نعم. ونشكر المصلح والمرشد كانوا أكثر، والله يجازيك يعني البرنامج. شكرا سعدية. ساعات قليلة البرنامج، نرجو المزيد إن شاء الله. إن شاء الله. جزاكم الله خير على المواضيع. شكرا سعدية من معسكر. نشكر على واجب. أنت من أوفياء برنامج والصلح خير. نشكرك على هذه المداخلة المهمة ولذكرك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالغش. نعود إليك دكتور للنظر في قضية عبد الرزاق من عين طايا. دكتور. نعم، إذا الأخ عبد الرزاق من عين طايا بعد التوبة. نعم، أولا أشكرك على الصراحة، لأنه هذه الخطوة الأولى في الحقيقة نحو التوبة النصوح. الأمر الثاني، نعم، اعترفت بأنك مارست العديد من صور الغش. في الحقيقة أختي نجاة اللي يدخل في هذا النفق نتاع الغش سوف يتفنن، وهؤلاء يعني كل منهم ينصح الآخر ويبصره ويدله على أحدث يعني صور الغش، وهذا أمر محزن للغاية. أمر محزن للغاية، ولكن هو الحمد لله أراد الله له الخير. نعم، تاب الحمد لله. يعني حينما انتبه
إلى غياب البركة في رزقه وماله. نعم. وهذه في الحقيقة من نتائج الغش. البركة تروح، يعني احنا نقول البركة في القليل. إذا كان هذا القليل حلالا ففيه البركة إن شاء الله تعالى. أما إذا كان الحرام دخل في أرزاق الناس فالبركة ترفع، فضلا عن الوعيد كما ذكرت أختي السعدية والسواعي قال عليها بارك الله فيها. يعني الحرمان من الأجر، وأنه أعلن الحرب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا دعا الله عز وجل فلا يستجب، فأنا يستجاب له كما ورد في الحديث. الآن ماذا أقول لك يا أخي عبد الرزاق؟ أنت قلت أنك تبت إلى الله وتصالحت مع الله، مع الله ومع نفسه. والصلح مع الله أولا في صلحه مع الله رب سبحانه سيرزقه نعمة الصلح مع غيره من الناس. والكثير الذين هم وقعوا في هذه الخلافات والنزاعات التي لا تعد ولا تحصى لأنه لم يتصالحوا مع الله. أقصدوا التصالح مع الله ما هوش فقط أداء الصلوات، لا، ليس هذا المقصود. عمر بن الخطاب نبهنا إلى أمر مهم، إلى ميزان دقيق. شكرا سعيد. نعم. هناك مكالمة. تفضل دكتور. حينما جاء شخص يزكي شخصا آخر فسأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيرافقنا كثيرا في لقاء اليوم سيدنا عمر الفاروق. الحسن البصري رحمه الله يقول أكثر من ذكركم لعمر فإنكم إن ذكرتموه ذكرتم العدل، وإن ذكرتم العدل ذكرتم الحكم العدل جل جلاله. فعمر بن الخطاب سأل ذلك الشخص المزكي، قال له هل تعاملت معه بالدينار والدرهم؟ يعني دخلت معه في التجارة؟ نعم. لأن التجارة ما يبان والرهي السماحة. ذكر المرة اللي فات حديث النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ أو في رواية رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى. هذه رواية من روايات الحديث. إذن هذه السماحة. فعمر بن الخطاب سأله هل تعاملت معه بالدينار والدرهم؟ قال كلا. هل سافرت معه؟ أيضا صفر ظهر العيوب. قالوا كلا. المهم قاع الأسئلة اللي هي عبارة عن موازين. موازين. كان الجواب كلا كلا كلا. وبعدين سأله قال لعلك رأيته راكعا وساجدا، راك تشوفه يصلي. احنا نقول بالدرجة الجزائر يمزوق من برا وش حالك من داخل. قبيل قارن سوف لا يشبح يا رقم داخل مثل ديغ يركع. طيب قالوا نعم بلى، يعني شفته يصلي رآه يصلي. نعم. تعرفوا ايش قال له؟ قالوا اذهب يا هذا فإنك لا تعرفه. رفض شهادته. ثم قال لذلك الشخص ائتني بمن يعرفك فإنه لا يعرفك. نعم. يعني هذا ما يعرفك. شوفوا الميدان. لكن نعود مرة أخرى لابد من الميدان. احنا الميدان يجعلنا نتمثل تلك القيم في الحياة. ما الفائدة نتحدث في أروقتنا وفي دروسنا ومساجدنا عن الوعظ والإرشاد وإلى آخره ونفلسف ولكن في النهاية لابد أن نتمثل تلك القيم في حياتنا الاقتصادية، في حياتنا نعم الاجتماعية. جس النبض هذاك هو الصورة الحقيقية راهي في الميدان. لذلك نقول لك يا أخي عبد الرزاق أعود إليك مرة أخرى نقول لك بارك الله فيك، أنت تبت إلى الله عز وجل، وبشرك بقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم يقول التائب من ذنب كمن لا ذنب له. ويقول في حديث آخر كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذا انتهى هذه الخيرية، ولكن انتبه إلى أمر مهم، أن التوبة النصوح لا بد لها من شرط رابع إذا تعلق الأمر بحقوق الناس، إذا تعلق الأمر برد المظالم. التوبة النصوح فيها عزم على عدم العودة إلى هذا النوع من التجارة والغش إلى آخره، وفيها ندم داخلي سابق، وفيها ترك لمثل هذه الصور، صور الغش. ولكن هناك شرط رابع، أنك تتخلص من المال الذي دخل إليك من غير الطريق الحلال. هنا ممكن يسألوني هو يقول أنا ما على باليش، يقول أنا غشيت بزاف كما يقول هو،
غش في الميزان، غش في البضاعة، في البضائع إلى آخره. مكالمة. دكتور راني نشوف لا فيك لا اليوم عادي اليوم كل الرسائل اليوم ربي تقولها يقدر ان شاء الله. خير. ربي الله يقدرك يبارك ان شاء الله. بوركت يا دكتور. الله يبارك وبوركت زينب ايضا التي تتواصل معنا عبر لغه الاشاره، وهي ايضا اني نشوفها في حماس. دكتور تترجم جيدا. تعذرني زينب، راكي تحركي بزاف، انا نسرع وانت راكي تخدمي بزاف، عذرينا. بارك الله فيك زينب. دكتور نستقبل مكالمه من سقهراس. يقول سعيد كلثوم عمار من سقهراس. السلام عليكم عمار. اهلا سي عمار. السلام عليكم. واش راك سي عمار؟ كيف حالك؟ الله يبارك فيك. نحيي الدكتور بويزري تحية لك ايضا ان شاء الله. السلامة سي عمار، بارك الله فيك. وحاولنا عدة مرات الاتصال لكن للاسف ما حكمناش الليله، كان معنا الحظ. الحمد لله. الحمد لله. على ما اظن راكم تهضروا على الغش التجاري يا اختنا. الغش التجاري. نعم عمار تفضل. ولك الفضل. شوفي بارك الله فيكم، كاين الاخت نجاة غش تجاري فيما يخص الميزان الالكترونيك هذوك اللي دايرين التجار. نعم الميزان الالكتروني. نعم يوزن لك كيلو تاع لوبيا. تلقي كي تروحي تعاودي لدكان اخر توزنيه تلقاه 800 غرام. هذه واحده. نعم. وكاين الحمص واللوبيا هذيك اللي يجيو في الساشي نتاعهم فيهم 800 غرام. مبصح الفورنيسير كي هبط المول الدكان يحسب له كيلو غرام. نعم هذه النقطة الثانية. نعم. والغش الكبير هو في المصحات نتاع البريفي، مصحات كما مثلا كلينيك بريفي يبعث كميدسان مثلا تروحي ديري اسكانار وديري معاه بيلون، تقولي له اعطيني مثلا راني راسيرونس نتاعي 100%. واش يدير لك؟ ديري سكانار ب 900,000 يدير لك هو كا 90. كي تروحي للكازورات ترجعي الورقه هذيك يرجعوا لك 120,000. نعم. كي تروحي للسبيطار ويكون عندك معرفه كي ديري سكانار ديري سكانار ب 70,000. هذه النقطه الاولى. فيما يخص التحاليل كي تروحي للسبيطار ديري امبيلون كومبلي يخرج لك 70 ولا 80,000. نعم. كي تروحي للكلينيك بريفي الاخر التحاليل هذوك يديروهم لك، ما يديروهمش 700,000 انت مسلكه 700,000 اللي يديروا لك على البري اللي تخدم به السبيطار اللي تخدم به الدوله. نعم. او الغش الكبير والكيف اللي كلينيك بريفي واضح الغش. نعم. نعم. كاين بعض الملاحظات في بعض الدكاكين التجاريه تروح لي مثلا بشري حوايج تلقيه داير الطوماطيش ب 8,000. نعم. كيبيعها ب 9,000. مثلا السكر دايروا 8,500 يبيعوا لك ب 9,000. 9,000. نعم. تقولي له علاه الاسعار راك معلق الاسعار الكل. يقول لك هذا هو فيها في مصلحه المنافسه والاسعار. باش كيجيوني لي كونترولور دو بري قال انا راني نخدم على فاكتير شاري ب 8,000 و300 نبيع في السكر ب 8,500 ندير 40 دورو وهو يحسبها لك اليوم ب 9,000. وبارك الله فيكم. بارك الله فيك. شكرا في ارشاد المسلمين والمسلمات. شكرا سي عمار من سقهراس. بالنسبه لهذه القضيه التضارب في الاسعار المختلفه. فاطمه من بشار. نستقبل فاطمه من بشار. السلام عليكم اختي الكريمه. السلام عليكم بنتي نجاة. فاطمه مرحبا بك معنا في برنامج والصلح خير. دكتور واش راك؟ لاباس الحمد لله. شيخنا لاباس عليكم؟ الحمد لله. وانت راكي بخير؟ برجوع الحصه. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ربي يحفظكم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ويحفظك انت فاطمه. فاطمه عندك قضيه ولا مداخله؟ لا مداخله برك. يعني عندي واحد السؤال الاول فيما يخص البيع تاع هذا الخضر ولا كاين بعض من التجار يبيعوا الخضره كما اللبس والى اخره. نعم. يعني بيعوها بالحشيش. نعم. ومن بعد يوزن لك بالحشيش ومن بعد يقول لك واش تقلع الحشيش ويقلعه لك وراه وزنه وخلصه. بصح يقلع لك ذاك الحشيش يديه للشهاد تاعو ولا بعد ما يوزنها ينحي هذاك الحشيش. نعم. ينحي يوزنه لك وتخلصيه. بصح هو من بعد يقلعها يقول لك ما تسحقيش لان اغلبيه الناس ما يسحقوش. نعم. كاين فئه قليله اللي يدوا لشياهم. بصح هو يقلع هذاك الحشيش يستعملوا لشياه حتى هو ولا الحيوانات تاعو. واضح. هكذا كي تروحي تقضي فاطمه تصرى لك؟ كم مرة عدة مرات وماني صغيرة أنا. نعم. ربي يعينك يا فاطمة. نعم. سؤال بغيت الشيخ توجيهه لهذا الناس. توجيه بالنسبة لهذه القضية. نعم. يغفر للجميع إن شاء الله ويصلح أحوال الناس كاملين. كاين مداخلة أخرى فيما يخص التجار هذو اللي
يعني يتعاملوا مع الهيئات العموميه ومع حتى مع الخواص، يعني المسؤولين يديروا الفاتوره بسعر. نعم. ويزيد في السعر في الفاتوره ويتقاسم مع المسؤول هذا كله. نعم. فهمت. مهم جدا، مهمة جدا هذه المداخلة. نعم. تانية. نعم فاطمة. هذه يعني نعم. مع المؤسسة العمومية يدير الفاتورة العمومية. نعم. ويكبر فيها المبلغ. واضحة المداخلة تاعك فاطمة. وبغيت الشيخ ان شاء الله يوضح هذه الامور، لان هذه يصيرها يعني بلوى، هذه ان شاء الله ربي بلوى. نعم بلوى يا فاطمة، بلوى. الناس اللي راهم يحجوا بها ويوكلوا عائلاتهم ويبنوا بها. نعم. يعني نعم. ما توجيه ما راهمش يدركوا باللي هي تعتبر غش. نعم. بارك الله فيك فاطمة. ولا تنسونا بالدعاء. شكرا. ان شاء الله. ان شاء الله فاطمة. شكرا. شكرا جزيل الشكر فاطمة من بشار. نمر إلى أمينة. من أين كلثوم سعيد؟ من أين أمينة؟ أمينة من ولاية البويرة. السلام عليكم أمينة. السلام عليكم، واش راكم؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله أمينة، وانتم راكم بخير؟ والله الحمد لله. واش راك أستاذ بويزري؟ لاباس؟ مرحبا بك، أهلا وسهلا. راكي تشوفي فيه راهو منور. الحمد لله. واش راك أستاذ؟ لاباس. أنا قريت لي في البويرة أستاذ، جامعة البويرة. مرحبا بك، أهلا وسهلا. مرحبا بك. مرحبا أمينة. واش راك أستاذ؟ لاباس؟ الحمد لله. كي نسمعوكم دائما نفرح ونستبشر. الحمد لله. أنا قريت عندك في 2004 أستاذ. الله يبارك، ما شاء الله، موفقة إن شاء الله يبارك. والله يا أستاذ غير نفرح كي شفتك هكذا في التلفازة هكذا ودرت حصص هذا تاع الخير وقعيتك أستاذ. والله فرحنا بزاف بزاف. الله يسلمك. أمينة. نعم. صحافيك اللي قراك دكتور بويزري، صحافيك. والله غير ما شاء الله. أنا غرت اليوم. الله يسلمك. كان أستاذ في القمة ما شاء الله. نعم ما شاء الله. حبيت برك يا أستاذ، معليش نسقسيك خارج الصلح وخير، معليش هكذا. نعم. خارج صلح وخير، نستمع إليك. تفضلي تفضلي. أستاذ برك حبيت نسقسيك فتوى. فتوى. نعم أمينة. التي هي حول الرقية الشرعية. الرقية. نعم. هل يمكن الاستعانة بالجن الطائع من أجل الرقية الشرعية وفك السحر؟ ربما الدكتور تخليه البرنامج هلا سألوا تجيب. نعم. راح تسمعي الإجابة في برنامج هلا سألوا. أمينة من ولاية البويرة. وقتها يجوز هلا سألوا. كل يوم ابتداء من الساعة 9 من الساعة 6 مساء فضيلة الدكتور راح تشوفيه يوم الأحد بحول الله، وراح يجاوبك أمينة يوم الأحد بحول الله ابتداء من الساعة 6 مساء. دكتور، قضية أم زكي من العاصمة اللي تقول ربما هناك غش في القول. تقول في 2007 الابن تاعها الأصغر تحصل على سكن تساهمي، ولكنه لم يستطع دفع قيمة هذا السكن. عندها ابنها الأصغر اقترح على السكن هذا إلى أخيه الأكبر. قال أخوه الكبير وبشهادة الأب والأم السكن راهو باسمي، ولكن أنت اللي تدفع الأموال. أيوة. وتسكن فيه رغم أنه راهو باسمه، ولكن السكن على اسم الابن الأصغر. وافق الابن الأكبر وبدأ مرحلة الدفع. يقول في 2008 تقول أم زكي دفع 84 مليون، وفي 2009 دفع قيمة مالية أخرى، وبقيت الدار مكتوبة على الابن الأصغر. المشاكل بدأت دكتور عندما الابن الأكبر كمل وتحصل على لاكت في 2012. كانت الأمور عادية، يعني قالوا هذا السكن أوليك أخوه الصغير. قالت عندما جاء الخير، جاء مشروع عدل لديال، الابن الأكبر اقترح لأخوه، قالوا باللي أنت ادخل في مشروع العدل وبدا دير لي فيرسمون باش تتحصل على السكن. قالت لك في المرة الأولى دفع 21 مليون، كان لاباس الأمور عادية. وتقول باللي الزوجة تاعو هذا الابن الأصغر اللي هي حرضته وقالت له لازم تدي السكن تاعك من الأخ تاعك، والأخ الأكبر قال لك أنا خلصتها بدراهمي، ولكن هذا السكن يبقى باسم الابن الأصغر. دكتور هكذا؟ أوكي. نعود إلى أول اتصال. أم بلال من خنشلة اللي تقول قضية الغش في الميراث. دكتور، والغش عنده أنواع في الميراث، في الزواج، في القول، في النصيحة، في كل. تقول الزوج تاعها ابن شهيد
والأم تاعو شهيدة، والزوج تاعها راح طلب الحق تاعو من الأعمام وهما رفضوا. نعم. ماذا يقول فضيلة الدكتور في هذه القضية؟ دكتور تفضل. مرة أخرى يعود موضوع التنزيل. التنزيل. نعم. نعم. هو في وقت يعني عند اندلاع الثورة التحريرية المباركة الذين ماتوا شهداء عموما ماتوا صغارا، ماتوا صغارا، فنجد شهيدا كهذا رحمه الله ورحم الله جميع الشهداء مات في حياة أبيه، في حياة مورثه. هو المعروف في المجتمع الجزائري تاريخيا أن الجد في هذا الوقت في هذا الحال كما نقولوا بالدرجة يغرس الأحفاد، يقول لهم أنتم راكم في مكان وليدي اللي دفنتوا دركم. وكثيرا ما يتم هذا الأمر أو يعني يطلق هذه الوصية أثناء الدفن، يقول الناس الحاضرين هذا وليدي اللي دفنتوا درك معاكم، عنده ولاده ولا عنده وليده نغرسوا، يعني أنزله منزلته باش يأخذ في الميراث. ومثل هذا الكلام له وزنه الشرعي وله أيضا وزنه الاجتماعي. نعم. لوبينيون بيبليك هذاك الرأي العام هو صمام الأمان. غدوة كيموت هذا الجد ماذا يحدث؟ يأتي الأحفاد. نعم. ويرثون ما يرثه أبوهم لو كان حيا، لأنه راهم في جدهم غرسهم. هذا هو المعمول به زمان. في 1984 مع صدور قانون الأسرة الجزائري في 9 رمضان الموافق 1404 للهجرة الموافق ل 9 جوان 1984 وبالذات في المادة 169 170 171 172 4 مواد. نعم. في هذه المواد المشرع الجزائري دار ما يسمى بالتنزيل القانوني، معنى وصية واجبة. نعم. يعني هنا بقوة القانون. قبل 84 نحتاج إلى وصية، بعد 84 فلا وصية. الآن الجواب نقول يا أم بلال المفروض الأعمام هذون يتقوا الله ويعطوا الحق لوليد خوهم اللي مات شهيد في وقت الثورة. يعني هو حارب فرنسا باش في سبيل الله أولا وفي سبيل الوطن ثانيا. نعم. من أجل تحرير أرض الجزائر. فكيف يحرم ابن الشهيد من قطعة أرض يقيم عليها بناء؟ نعم. لماذا؟ أب شهيد وأم شهيدة. يعني. نعم. هو باباه مات في شهيد من أجل الجزائر كامل، ويضرب يطلب قطعة أرض يقول أنت ما تديش. صحيح الذين يقولون هذا الكلام أعلموا منطلقهم وخلفيتهم المعرفية أو الفقهية. يقول نعم نعمل بقواعد الحجب. نعم. وقواعد الحجب مقررة، إذ أن ابن الابن يحجب حجب حرمان بالابن. هذا معروف في الفقه، ولكن هناك استثناء يتعلق بهذا الأمر، خاصة ما يتعلق بهؤلاء الذين ماتوا في سبيل الجزائر. نعم. نقول لك يا أم بلال هذه قضية، ونعرف بزاف ناس الله يبارك ما شاء الله ما حرموش أولاد الشهداء الذين ماتوا، يعني مات آباؤهم في وقت الثورة أو نعم. ماتت أمهاتهم في وقت الثورة، حرموهمش. يعني وأحييهم من هذا المقام، نقول أعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. هذا الأرض ما عندها ولا قيمة في النهاية، سيرثها من خلقها ولله ميراث السماوات والأرض. نعم. ولكن الله يديم خلق. نعم. دروك برنامج الصلح خير يعني يرفع صوته عاليا، يقول لأعمام زوجك هذا، يقول لهم اتقوا الله واعطيوا الحق لزوجك باش تنالون إن شاء الله رضا الله سبحانه وتعالى، وتنالوا أيضا رضا هذا المجتمع الذي يكن كل الاحترام والتقدير لشهدائنا الأبرار. نعم. هذا هذه وصيتي يا أخت أم بلال. وأكد حنا النزاع الذي وصل إلينا هاتفيا أو عن طريق البريد أو كذا، نعم. نجيب عنه بهذا التوجيه، والذي يتقدم إلينا نعم. ونجلس معه أيضا سنرافقهم إن شاء الله تعالى في حل مشكلاتهم بما يحقق المقصد.
وهذا في الحقيقة ما سنشاهده في هذه الدقائق من برنامج والصلح خير. نشاهد كيف لأي شخص يعيش نزاعا أو خلافا أن يتصل بالبرنامج، ويقوم برنامج والصلح خير تصوير القضية والخلاف والنزاع. تابعوا مقتطفات من هذا الروبورتاج ونعود لاستقبال مكالماتكم. سيدة نعيمة، باش نعرفوا المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة، أنت طليقة السيد عمر اللي فات معنا الأسبوع الماضي في برنامج الصلح خير، واللي حكينا فيه على التعاسة الزوجية. عايشة كين ناس صابرة على ولادي، حملت ومن بعد ذاك الحق باش يبيع لي الدار، كي الحق باش يبيع لي الدار كي يصفاو الامور هادو، قبل ما يصفاو انا رحت للتريبينال. أنت الراجل. 6 أشهر سجن غير نافذة، وإحنا تعويض أولي 300 مليون سنتيم. بعد هذه المحاكمة تمت محاكمة ثانية في المجلس برويسو، الطبيبة أعطوها عام سجن نافذ. إحنا التعويض قال لك عدم الاختصاص، عدم الاختصاص نروحوا للمحكمة الإدارية. رحنا وليس كل الضحايا، لأن كاين ضحايا خافوا، قال لك احنا ما نقدروش نروحوا من بعد تصل لنا متابعات. أنت الراجل. في حالة ما الصلح تم، مادام عندك موافقة مبدئية، هل مستعد تتنازل عن كل القضايا اللي في المحكمة إذا تم الصلح؟ إذا تم الصلح أنا تم الصلح سي نورمال نتنازل عليهم. نحن السباقين الصلح، قلت لك بالدليل هذيك تاع الأئمة اللي جمعناهم كاع. أنت الراجل. احنا مالكين قطعة أرض منذ سنة 1967 في حي البدر، وبجوار هذه القطعة هذه احنا رانا يعني نستغلوا قطعة أرض فيها حوالي 600 متر، ودايرين فيها يعني محل تجاري لصناعة الحديد. ومن بعد تفاجينا جانا محضر قضائي من بن جراح جاي بلغنا بأمر بالطرد. أنت الراجل. إلى كل من أراد أن يعرض خلافا أو قضية أو نزاعا، برنامج والصلح خير يزوركم في بيوتكم لتصوير قضاياكم ولإيجاد حل لمشكلاتكم. اتصلوا على الرقم 021 37 41 21. إذن كان هذا اقتراح برنامج والصلح خير فيما يتعلق بأي قضية من القضايا. تتصلون بهذا الرقم ثم نقوم بتصوير القضية أو الخلاف والنزاع ونعرض عليكم هذه القضية مع فضيلة الدكتور السعيد بويزري. دكتور عبد الرزاق، بقيت رسالة أخيرة. رسالة تفضل. سي عبد الرزاق أخويا، مادام تبت الله يبارك ما شاء الله، ولكن المطلوب الآن عمليا واش دير مادام دخلت أموالا كثيرة بالغش. إذن لابد أن تتخلص منها، لابد أن تطهر رزقك كما طهرت قلبك بالتوبة. نعم. ما تكفيش التوبة وحدها، زيد عمل صالح. نعم. العمل الصالح انك تتخلص من هذه الأموال اللي دخلت وهي حرام. انت تسالني تقول لك واش حنخرج، نقول لك المساله تقديريه، ما نقدرش نقول لك خرج 20 مليون ولا 100 مليون، لا ادري. انت اجتهد هذه الأموال باش تنظفها باخراج مبلغ معين. نعم.
ربي سبحانه يغفر لك من بعد، يطمئن. لماذا؟ لأنك اجتهدت في التخلص من المال الحرام، وربي يبارك فيك إن شاء الله ويبارك في رزقك ومالك. بارك الله فيك. شكرا دكتور. نأخذ اتصال. يقول سعيد: عاد إلينا عبد الغني من ولاية سطيف. السلام عليكم أخي الكريم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخت كيف حالكم؟ والله الحمد لله. مرحبا بك عبد الغني. شكرا لكم على هذه الحصص الطيبة المباركة، سابكم الله وأجركم إن شاء الله. إن شاء الله. مشكور أنت على اتصالك عبد الغني. بارك الله فيك أنت والشيخ الميسر، الله يبارك سعيد ما شاء الله. الله يسلمك. يعني راكم قايمين بالواجب نتاعكم كما ينبغي، يا ربي يجازيكم إن شاء الله. إن شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع. نعم. المسألة تاع الغش أختي. نعم الغش. نعم عبد يعني الغني. والله يعني غير ظاهرة، يعني سبحان الله يعني لا يحمد عقباها. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك: لا يحل لامرئ أن يأخذ شيئا من مال أخيه إلا بطيب نفسه. نعم بارك الله فيك. حديث صحيح. الاغتصاب يعني الأموال بطريقة غير شرعية، مثال للتجار، يعني التجارة في كما نقولوا احنا بالخصوص المواد تاع لي كونسيرفي هذوك اللي يشربوا يموتوا. كما نقولوا احنا شوفي في الاسواق كاينين حوايج كما نقولوا احنا كاطو ولا شيكولا ولا زبده ولا حاجه. يبغى تخلص لاطا تاعها يومين في الايام، يروحوا يديوها للاسواق ويبيعوها باثمان يعني رخيصه. نعم. ويظن التاجر انه يعني اقل تكلفه واكثر ربحا، يعني يظن كانه كيبيع يبيع بسومه كما نقولوا احنا قليله راح يربح، ويقول لك ما من تاجر يظن انه ربح في حرام. ما ادخر في بيته الا فقرا عظاما. بارك الله فيك عبد الغني. شكرا. يعني ظاهره يعني سبحان الله العظيم، الغش موجوده بكثره. نعم. الانسان اللي يعرف الله تبارك وتعالى ويعرف الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقدرش يغش اخيه المسلم. مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يقدر الانسان يكون سبب في قتل اشخاص، في اطفال ممكن. نعم. يعني الانسان يحذر، ممكن الانسان يحط روحه باللي يخرج من الدنيا ما قاتل حتى نفس، يلاقي الله تبارك وتعالى وهو قاتل الاف الارواح ولا يشعر. بارك الله فيك عبد الغني من سطيف. مشكور انت على هذا التدخل. نعم مشكور على هذا التدخل. نسأل الله تبارك وتعالى ان شاء الله يمن علينا بالاصلاح ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله نسال الله التوفيق والسداد ان شاء الله. العربي يقول: ما يأمر بالاصلاح الا رجل صالح ولا يأمر بالفساد الا رجل فاسد. بارك الله فيك عبد الغني من سطيف. نعم. بالروح نتاع الديوان تاع ختمت بالصلح والصلح خير. بارك الله فيك عبد الغني. مشكور على هذه المداخلة المهمة. سعيد يتصل من فضلك؟ اتصالات دكتور، غير تكلمنا عن الغش، فتحنا كل أبواب النقاش. من يتصل بنا سعيد؟ أميرة. سميرة سعيد. سميرة من سطيف. ألو. سميرة من سطيف أو من بويرة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. سميرة من سطيف. من سطيف. السلام عليكم سميرة، مرحبا بك معنا في برنامج الصلح خير. نتحدث عن الغش. سميرة، الغش التجاري، تفضلي. سمحي لي، أنا عندي قضية شائكة بصح ما عندهاش علاقة بالغش، الغش وإنما عندها علاقة بالميراث. بالميراث، تفضلي سميرة، رانا نسمعوا فيك. نعم. شوفي أختي، دوك أنا عندي سلفي مات الله يرحمه. عندك سلفك مات؟ وهو خو راجلي من بيوبك ماهيش من أمه. نعم. هو كي مات ربي يرحمه خلى ثروة يعني تركة كبيرة. نعم. وشيخي ربي يرحمه هو كي مات خلى بيو وخلى امه واللي هي اللي مرت شيخي. نعم. وخلى 3 اولاد ومرته. نعم. من بعد شيخي ربي يرحمه تهم مع مرت ابنه على انه يسمح لها حقه في ميراث ابنه باساس انها هي ما تديش في قطعه ارض عنده، هو يخليها لاولاده. نعم. ومن بعد هو سمح لها في كامل الميراث نتاعو، وهو توفى ربي يرحمه. توفى الله يرحمه. نعم. ومن بعد هي هذيك التركه اللي خليها لها راجلها ما على باليش انا، هي قالت ضاعت التركه راح كلش ما بقى والو. كان الشيخ ربي يرحمه عنده مع الزوجه الاولى اللي هي سلفي هذا قطعه ارض سلافي ولاو باعوها وسمحوا لها في الميراث، يعني حصه عجوزها وحصه شيخها سمحوها لها. والان هي تحوس ولي تدي مع الزلالي في الميراث الثاني اللي هو تامت مع الشيخ باش ما تديش منه في الميراث الثاني. نعم هذا هو سؤالك. نعم. وانا شيخي خلى الله يبارك 6 دراري وطفله ومرته الثانيه.
6 دراري وطفلة والزوجة الثانية. شكرا سميرة. واضح دكتور. حبي يسألك دكتور سميرة ما تقطعيش. شيخك شكون الورثة كامل اللي خلى شيخك؟ شيخي خلى الورثة، خلى مرته وولادو ذراري 6 وطفلة 6 أبناء وطفلة. هادو كامل سميرة والزوجة. طيب واش خلى سلفك هذا يعني خو زوجك اللي توفى؟ سلفي خو زوجي خلى قطعة أرض. لا الورثة شحال خلى الدراري؟ خلى 3 أولاد وخلى الزوجة والأم والأب. 3 أولاد ولا 6؟ 3 أولاد وزوجة والأم والأب. الأم والأب. واضح دكتور؟ واضح. نعم. نأخذ مكالمة دكتور أليس كذلك؟ سعيدة من ولاية الجلفة. السلام عليكم سعيدة. وعليكم السلام. مرحبا بك سعيدة في برنامج الصلح وخير. بارك الله فيكم على هذه الحصة. بارك الله فيك أنت أيضا على اتصالك. نعم. شكرا. نعم سعيدة. على قيام الليل هل سألوا؟ يكون من ساعات الأذان الأول. نعم. كي نوض نصلي حتى الأذان الثاني يسمى قيام الليل. هذا واضح. هذا هو سؤالك سعيدة. إن شاء الله ربي يتقبل القيام وصلاتك سعيدة. شكرا دكتور. أم بلال من خنشلة. نعود إلى أم بلال. نعم. أجبنا طلب الميراث من أعمامه. نعم. أعتقد أجبنا يكفي. ما قعدت لكش نقطة. إذا سعدية من معسكر اللي تقول الغش في السلع. وتقول التجار يتهربون عندما تجي الانسبكسيون هذيك دو كونترول. نعم. أختي سعدية بارك الله فيك على المشاركة الطيبة جدا. أشرت إلى مآلات إلى نتائج هذا الغش من قطع الصلة بالله عز وجل، من إفساد حياة الناس، من عدم استجابة الدعاء. في الحديث الذي ذكرته حديث صحيح، فأن يستجاب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الذين يتفننون في الهروب من الرقابة بغلق متاجرهم ومحلاتهم إذا شعروا بأن جهاز الرقابة تحرك، بأن المفتشين التابعين لمديريات التجارة تحركوا، فيقومون بغلق المحلات. ولكن إذا فروا من البشر فلا يستطيعون الفرار من رب البشر. شكرا يا أختي سعدية بارك الله فيك على المشاركة الطيبة. أم زكي دكتور. الأخ عمار أعتقد في القضية أم زكي. نعم. أم زكي. نعم. طيب. السكن. بالنسبة للسكن أم زكي أختي نجاة لابد من بيان مسألة في غاية الأهمية. مادام هناك اتفاق بين الابن الأصغر والابن الأكبر. نعم. إذا الابن الأصغر يكتب على اسمه هذا المسكن، ولكن من دافع هو الابن الأكبر. نعم. المفروض الآن هناك حقيقة وهناك وثيقة. هناك حقيقة ووثيقة. نعم. الحقيقة أن المسكن يملكه الابن الأكبر الذي دفع المال. نعم. هو المالك الحقيقي للمسكن، ولكن الوثيقة تقرر عكس ذلك. نعم. خلاف ذلك. نعم. يعني مكتوب على ولدها الصغير الابن الأصغر. نعم. الابن الأكبر اقترح على الابن الأصغر اقتراحا مهما. نعم. قالوا يدخل في مشروع هذا تاع البناء تاع العدل إلى آخره. هذا حل من الحلول. ولكن أما إذا جاء التحريض من أي شخص كان يقول له لازم، خاصة بعد ما تحصل العقد في 2012 يعني عنده حصانة الآن العقد في يده، يقول لك الثقة في الوثيقة. نعم. ولو يرفع هذا الأمر أمام القضاء لحكم القاضي لصاحب العقد، يعني الابن الأصغر هو اللي يديه. نعم. لأنها باسمه. نعم. هذا في عدالة الدنيا. ولكن أنبه هذا الشخص نقول له لا تنسى عدالة الآخرة، لأن القاضي في الدنيا لا يستطيع أن يفعل إلا ذلك. لماذا؟ لأنه يقضي بحكم ما تقضي به الوثيقة. نعم. والحقيقة دكتور؟ نعم. الحقيقة هي خلاف ذلك. نعم. أنه لابد أن يعيد الأمور إلى نصابها. نعم. يروح يدير له عقد الهبة عند الموثق
باش يولي هذا المسكن يكون مكتوب على الابن الأكبر على أخوه الأكبر لتتفق الوثيقة مع الحقيقة. هذا هو المطلوب. نعم. والسلام، وتحافظوا على أخوتكم وتحافظوا على صلة الرحم. تقول الأب تاعهم تعب من هذه القضية، أم زكي لازم يتعب. لذلك الفقهاء هنا تحدثوا عن أمر مهم، يقول لك فلان يعني إذا رفع قضية تاعو على مستوى القضاء يأخذ حقه، ولكن قضاء يأخذ حقه، ولكن ديانة لا، لأنه أخذ غير حقه. لذلك الإنسان ينظر إلى الديانة. فهذه الوثائق مهمة جدا إذا كانت الوثائق موافقة للحقائق، وإلا فالأولى بالاعتبار الحقيقة لا الوثيقة. نعم. وهناك أناس يغشوا ويختفون وراء الوثيقة، يقول لك عندي كارت. نعم. عندي كارت معايا، ما تقدر تدير حتى حاجة. ما تقدر. طبعا القاضي لازم يحكم بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة منها ويقول إنما هي قطعة من النار. نعم. ولو يهددوا بها دكتور، يعني مش يسعوا للخير بها، يهددوا بها الخصم. هذا التهديد. نعم. للأسف يعني هذا ضرر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. أراك نعم. تتأسف دكتور. للأسف يعني نشوف نستنسى الأخيرة. أتأسف كثيرا إذا شفت إنسان ينسى ربي. وأشعر بذلك مع فضيلة الدكتور. في النهاية سنموت جميعا، وأجلنا لا يعلمها إلا رب العزة جل جلاله. دكتور ما نديرش النية في أختي، ما نديرش النية في خويا، في من ندير النية. مشكلة. هذا هو الإشكال. وهذه كلها الغش هذا بجميع صوره هو مدمر كبير. نعم. لهذه الدعامات، لهذه الدعائم. نعم. لهذه الركائز في المجتمع. نعم. فإذا انهارت هذه الركائز وانهار جدار الثقة بين الناس، ماذا بقي؟ غش. يعني احنا عايشين في الدنيا كل نشربوا فقط ما عندنا حتى معنى. نعم. نفقد لذة الحياة ولذة العيش. نسأل الله العافية. العافية. نعم. دكتور عمار من سوق هراس. نعم. اللي يقول الغش التجاري في الميزان الإلكتروني ثم مر إلى المصحات. نعم أخي عمار، بارك الله فيك يا أخي عمار، يعني جزاك الله خير. أشرت إلى صور 5 دقائق دكتور، إن شاء الله نردوا عليهم جميعا. نسأل الله أن يبارك في الوقت. اسمحوا لنا بالنسبة لهم يتصلوا يصبروا علينا باش نردوا على الجميع. نعم. أخي عمار بارك الله فيك، أشرت إلى صور دقيقة جدا وخطيرة في الغش. الميزان الإلكتروني. نعم. الميزان الإلكتروني يعني يكتب هكذا يعني كيلوغرام وهو خلاف ذلك، ولا هذيك داخل هو مبرمج يعني مبرمج. نعم. مبرمج. نعم. وأعرف بعض الناس التجار الأمناء الصديقين الصادقين الله يبارك، حتى يديروا مثلا في الفارينة ولا يعني هذه نتاع دائما يدوروا زيادة. نعم. يدوروا زيادة، يبرمجوا هذاك الجهاز الإلكتروني بالزيادة. يعني يقول لك أنا خير إذا كان مكتوب مثلا 5 كيلو غرام في الفارينة مثلا. نعم. ولا في السميد ولا هي في الحقيقة أكثر 5 كيلو. أكثر. نعم. قال لك نعطي لهم زيادة هذيك باش ربي يبارك. ومثل هؤلاء ربي دائما يبارك في ويبارك في صحتهم ويبارك فيما يملكون. وأشار إلى موضوع العيادات الخاصة، ولعلنا نعود إلى هذا الموضوع. نعم. أخي عمار أثرت موضوع مهم جدا، وهو موضوع العيادات الخاصة. سنعود إلى هذا سنعود إلى هذا نعم. الموضوع، الاسكانير والتحاليل وكذا إلى آخره، وبعدين السعر اللي يقبضوا مو الشعر اللي كتبوا. نعم. أو لا إله إلا الله محمد رسول الله. شيء غريب جدا. ولا اللي يعلق هكذا في مكتوب الله يبارك 80 دينار كبيرة. نعم. في طماطم مثلا، وبعدين يخلص 90 دينار. وأنت تقتنيها ب 90 80 دينار لتضليل مفتشي التجارة ومراقبة السلع والبضائع كذا. يغرهم تضليل هذا. ولكن بالنسبة للزبون نعم يخاف يعني، وربي سبحانه عالم الغيب والشهادة. نشكرك يا أخي عمار، بارك الله فيك على هذا البيان. فاطمة من بشار التي تتحسر أيضا، تقول لك الخضر يبيعوها لنا يوزنوها بالحشيش ثم ينزعوا الحشيش ويعطونا الخضر. هذه مشكلة أخرى. نعم. سبحان الله. يعني الواحد شرى الحشيش، شرى زرودية، ما شراش الحشيش. نعم دكتور. وشرى زرودية ما جاش بل كان بغى ياكل الحشيش يروح ياكل الحشيش في مكان آخر. وبعدين بعد ما يوزنوا من بعد يقطعوا. نعم. يخليه ثم بالك يديه. نعم. وبعدين ينحوا يعني زعما خدمة يقدمها يعني يشكروا على خدمته وعلى ذوقه. يقول معليش نحلك هذا الشيء، نحلوا هذا الحشيش قبل يا أخي التاجر. هذا هو التوجيه الذي نوجهه. الوقت الله غالب رمشة. التجار المتعاملين مع الهدوم هذه كارثة أخرى. كارثة أخرى مع ناس مادام مؤسسات عمومية مال تاع المجتمع يعني يولي بايلك يولي كل شيء. معليش
هذا ثاني غش آخر. وأحتفظ بالرد على هذه النقطة مهمة في اللقاء القادم. هذا وعد، نكتب له وعد هنا، والدعاء إن شاء الله ربي يحق الأمل فاطمة. هذا تاع تجار مع المتعاملين مع الهيئات العمومية، نعم. نظرا لأهمية وخطورة هذا الأمر على الاقتصاد الوطني. نعم. نتكلم عليه في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أمينة، بالنسبة للفتوى كما قالت أختي نجاة هلا سألوا تروح هلا سأل يوم الأحد يوم سمع الجواب إن شاء الله. من الساعة 6. عبد الغني مصطيف، الغش ظاهرة. نعم، ظاهرة الغش غمت. نعم. عمت. وبعدين ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، في آخر إلا بطيب نفس. نعم، ولا يجوز أن يأخذ الإنسان يعني المال الغير إلا بطيب نفس. نعم. الآن ربي يقول في القرآن لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ثم بيع السلع في الأسواق الموازية. وضعت القلم دكتور. وضعت القلم. يعني يسمحوا لنا عبد الغني. نعم. وسميرة. نعم. وكذلك سعيدة من الجلفة. الجواب يكون في هذا سأل إن شاء الله. إن شاء الله. أما عبد الغني وسميرة يكون الجواب إن شاء الله تعالى عليهم في الحصة القادمة إن شاء الله. شكرا دكتور، بارك الله فيك. نسأل الله التوفيق والسداد للجميع. في نهاية هذا اللقاء أقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سامح أنت الرابح، سامح واصفح واغفر واعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو.